قبل تنفيذ الكرة من أحمد صبري أمام حسام مهدي. أحمد صبري وحسام مهدي، من سوف تكون الغلبة؟ أحمد صبري. أحمد صبري يتقدم. أحمد، جول أول، هدف أول لمصلحة نادي النفط عن طريق اللاعب أحمد صبري، الذي يسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب، بدل عرض عن الشوط الأول الذي لغاية الآن لا نعرف كم سوف يضيف الحكم سالم عامر، لكن الآن عرفنا بأن فريق النفط يتقدم على فريق نفط البصرة بعد تنفيذ ممتاز من أحمد صبري، الذي سجل طبعا هدف بهذه الطريقة الجميلة. الحارس حسام مهدي بزاوية، وأحمد صبري يلعب بزاوية أخرى، وبالتالي أحمد صبري يسجل هناك في الوقت المحتسب بدأ الضاع كما شاهدنا في الوقت المعتزل الضاع الشوط الأول. هنا تمريرة حسام جاد الله، حسام جاد الله الكرة الخطيرة، جول 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 جول. حسام جاد الله ينهي الأمور في هذا اللقاء بهدف ثاني بعد مجهود فردي، استطاع الدخول داخل منطقة الجزاء ومر وتخلص من الحارس بصورة جميلة، وسجل هدف ثاني في مرمى فريق نفط البصرة في الدقيقة 90 في الدقيقة القاتلة، ليعلن عن تقدم فريق النفط بهدفين مقابل لا شيء. شاهد كيف يتخلص من الحارس، يا الله على المهارة، على المهارة من حسام مهدي اللاعب البديل